السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو وانتم في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم شرموله ديال الحوت كتجي رائعه. والبنه البنات اهم حاجه انها كتجي بنينه بزاف، سهله ودغيا دغيا خفن زربان غادي توجدوها. المهم كنحتاج قزبوره معدنوس البنات اللي ديجا قطعتهم باش هكذا نديرهم في الهشوار. عندي 6 ديال الفصوص ديال الثومه، وعندي واحد البصيله حجم متوسط كنقطعها كنضيفها كاملها. ديك البصيله كتكون غير متوسطه، ما تكونش صغيره بزاف ما تكونش كبيره. ديك البصله عندها دور كبير في هذه الشرموله، كتعطي واحد البنه زوينه. كنضيف البنات التوابل. بالنسبه للتوابل عندي معلقه ديال الكمون، معلقه سكينجبير، الكركم، مليحه، ومعلقه ديال الابزار. بالنسبه للمعلقه معلقه كبيره. عندي هنايا نصف كاس ديال الماء، ما ماشي نصف كاس يعني غير الربع ديال الكاس. عندي حامضه مصيره، عندي غير نص حامضه ماشي حامضه كامله عفوا. وعندي نص حامضه اللي غادي نعصرها. غادي نضيف الليمون ديال داك العصير ديال الحامض. وعندي هنايا تقريبا 2 معالق ديال مطيشه ديال الحك. تقدروا تضيفوا شويه ديال الابزار كيبقى عفوا شويه ديال الهريسه كتبقى اختياريه. عندي هنايا زويته بلديه تقريبا ربع كاس حتى هي. وغادي نطحن المكونات. ها نتوما كيف تشوفوا معايا من بعد ما طحنت ديك لاصوص ديالي. غادي نضيف عليها تقريبا شويه ديال الماء، غير ربع كاس ديال الماء اللي غادي نشل بها ديك الهشوار. وغادي نضيفها على شرموله. ها نتوما كيف تشوفوا معايا غير شويه ديال الماء، كنكثرش الماء باش هكذا تجي خاطره وعقده. عرفتي ما نقولش لكم البنات واحد البنه اللي كتكون فيها كتكون غزاله بزاف. وحتى بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش القزبور يكون باين بزاف في الحوت بحالي حتى انا ما كيعجبنيش يكون داك القزبور ومعدنوس باينين بزاف. لذلك الهشوار كتطحني فيها دوك المكونات كاملين مع بعضياتهم، والله العظيم الا كيعطيو واحد المذاق اللي زوين بزاف بزاف. الصوص كتجي عقده، كتجي خاطره، كتجي فيها النكهه ديال البصله مع الثومه القزبور ومعدنوس، ولكن ما كيديرونجيوكش هكذا في الماكله. صافي هنا كيف تشوفوا معايا عندي هنا الحوت شريكات اللي نقيت الحوت مزيان. صافي كندير كل جويجات كندير فيهم لاصوص في الداخل. ديك لاصوص راه كتجي لذيذه ملي كطيب. وكندير كل جوج يعني كنزيهم مع بعضياتهم كيف تشوفوا معايا. وهانتوما كيف تشوفوا معايا من بعد ما صاوبت الشريكات ديالي، هنا غادي ندير شويه ديال الزبيده في المقيله اللي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما شنو بغيتو. حنايا عشقناهم في المقيله البنات، حيت ما كنديروهمش بزاف، كنديرو في الفران دائما. شحال هادي ما بقيناش درنا الحوت في المقله، داكشي علاش عشقنا شويه ديال الزيت شويه ديال الدهون، وذلك قليناهم. نتوما كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، راه ما كاينش اختلاف نهائيا ما بين المقله والفران، كيجيوكي بحال درتوهم في الفران بحال درتوهم في مقيله. غير مقيله كتكون يعني غير صحيه، اما بالنسبه للفران فراه صحيه مليون في المئه. يعني كيبقى على حسب نتوما وكيفاش عشقتوهم. في الفران كيكونوا زوينين، ولكن حنا بغينا شويه ديال الدهون وبغينا شويه ديال المرضى كنقلبوا على المرضى. صافي داكشي علاش البنات قليتهم. وما راه كي بحال في المذاق، كي بحال في الشكل ديالهم، ما كيكونش اختلاف كتير. صافي البنات هنايا كيف تشوفوا معايا كنديرهم في السميده. انا كيعجبني الحوت يكون في السميده، سواء كنتو غديروهم في الفران ولا كنتو غادي ديروهم في المقيله، ديروهم بالسميده. صافي كنخليهم حتى كتحمر من التحت وكنبدا نقلبهم. هذا هو الحوت ديالي البنات، والله الا كيجيو لذاذ. ديك الشرموله غير في هذه الاثناء اللي كنكون تنقلي فيها الحوت
كطلع واحد الرويحه ما نقولش لكم، ريحه البنه ديال ديك الشرموله زوينه بزاف، كتجي محمضه بداك الحامض والبصله، كتجي غزاله بزاف. غير جربوها والله الا غادي تعجبكم. هنا البنات في الطبيصيل حاولت باش ندير شويه ديال الالوان ودرت لكم هكذا الخضوريه، شويه ديال المعدنوس. راه كناكلوها البنات واخا غير مفرشينو ما يضيعش، كناخذوا شويه ونديروه في خبيز مع الخص، ولا شوفوا مع اش كتقدموا نتوما الحوت ديالكم صافي وحامضات قطعتهم البنات للتزيين. وهذا هو الحوت ديالنا. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، والله الا جربوهم ما غاديش تندموا عليها نهائيا، غادي تنال الاعجاب ديالكم. وكيف قلت لكم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما وفاش بغيتوا يعني ديروهم، واش مقيله ولا بغيتوا ديروهم في الفران، كيبقى على حسب الاختيار وشنو يعني شنو عشقتوا نتوما. حنا راه مشينا على وديت شنو توحشنا، شحال هادي ما بقينا درنا في المقله، شحال من ديما بقينا قلينا. حاولنا باش اننا نديروهم في الزويته، داكشي علاش. وهادشي اللي كاين البنات. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف على قلوبكم، ونتمنى تجربوهم. وهكذا كيجيو البنات من الداخل كتجي ديك الشرموله غزاله، انتم باقي سخيخنين، وبالخصوص اكليهم سخان راه كيجيو ولدات، كيجيو باقي الحشوه كتجي سخونه وكتجي زوينه. وما عليا الا نقول لكم دابا خليتكم في امان الله، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، مع السلامه.